يا صباح السكاكر، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل طريقة فراخ خطيرة جدا جدا جدا. هتعتمدوها في اي طريقة للفراخ بتاعتكم. هنعمل كده فراخ بالرز والخضار بتاعها بتتبيلة مميزة. يلا بينا على طول على الطريقة بتاعتنا. اول حاجة التتبيلة، هنجيب بصلاية على فصين كده من التوم، وهبتدي ان انا افرمهم ناعم جدا. دي اول حاجة. انا عايزاهم ناعمين لكن مش عايزة البصل يطلع المية بتاعته. بعد كده هنزل باتنين فلفل رومي واتنين طماطمية وهرجع اضربهم، بس انا عايزاه اضربهم يدوب ضربتين يبقوا خشنين معايا. هنزل بقى كده بليمونة صحيحة، وهنزل بعصير اتنين ليمونة، وهرجع اضربهم مع بعض. بعد كده هحط بقى البهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا وتوابل فراخ، بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود وكزبرة وجرفة وكاري وكركم ورشة من السكر. وهبتدي ان انا كمان ارجع اضربهم عشان عايزاهم يختلطوا مع بعض. طبعا التتبيلات بالظبط بالمعلقة او بنص معلقة بالظبط هتلاقوني كاتباها لكم في اول تعليق مثبت. انا بحط كده كل البهارات بتاعتي، وكمان هنحط حوالي ربع كوباية من الخل، وهرجع تاني اضربهم. انا هنا كنت نسيت الخل وبعدين رجعت افتكرته، هحطه كده على طول. ربع كوباية، ما تزودوش في الخل. ببتدي ان انا كده اضربهم ضربة سريعة، وبعد كده خلاص كده التتبيلة معايا جاهزة. هبتدي بقى اول حاجة بعد ما اعمل محلول النجع بتاع الفراخ، قبل ما اتبلها انشفها كويس جدا جدا جدا. هنشفها كده بمناديل المطبخ بتاعتي عشان اتاكد ان ما فيهاش اي مية تنزل وتضيع وتعمل زفارة مع التتبيلة بتاعتي وتضيع الفراخ. ببتدي كده احط التتبيلة جوه الجلد ومن جوه الفراخ نفسها. ببتدي اعمل لها كده مساج حلو خالص عشان اتاكد وما اسيبش ولا حته في الفراخ غير لما اكون حاطه منها التتبيله بتاعتي، عشان اتاكد ان هيبقى طعمها جميل ان شاء الله. ببتدي ان انا كده ادعكها دعكه حلوه، بعدين بكده بسيبها على جنب عشان هنعمل الرز بالخضار. طبعا في الاول بتاكد اني خلاص كده تمام التتبيله حلوه. يلا بينا على الرز اللي هنحشيه في الفراخ. جبت كده مع مكعبين من الزبدة، وحطيت فيهم رز غسلاه، رز مصري غسلاه، ونزلت عليه مع الزبدة. ببتدي ان انا اقلبه، وبعد كده هحط شوية من البسلة والجزر، وببتدي ان انا اقلبهم، وهكون مسخنة مية وحطيت ملح وفلفل وسبتهم يستووا. بعد ما استووا قدامكم كده كنت سبتهم كده في طبق كبير، وجبت برضو طبق تاني حطيت فيه بصل وزبدة وطماطم، وحطيت فيه شوية من الجزر، وحطيت كمان شوية من الكزبرة الصحيحة أو الكزبرة اللي احنا بنشتريها يعني، كزبرة وبقدونس، ومقطعاهم قطع صغيرة. بعد كده حطيت ملح وفلفل بس. ببتدي ان انا احشي الفراخ بتاعتي جوه الجلد وبراها وكل حتة، يعني مش بسيب اي حتة في ينفع تتحشي غير وانا بحشيها طبعا في الفراخ. ابتدي كده احطها مع بعض الرجلين واقفلهم عشان اتاكد ان الرز مش هيطلع. طبعا طلعت عيني لغايه ما كده رضيت ان هما يتدخلوا كده مع بعض، بس تمت المهمه ان شاء الله الحمد لله. ببتدي احط كده، جبت صينيه وهبتدي اجيب الكيس الحراري بتاعي، وده اللي هيخلي السوا بتاع الفراخ تستوي بسرعه. هنا التتبيله بتاعتي التانية حطيتها، بصل وفلفل رومي وطماطم وزبدة وحطيت كمان باقي التتبيلة بتاعتي. ببتدي ان انا ادعكهم مع بعض، وهحط كمان معاهم الفراخ. ببتدي ان انا ادعكهم الاول مع بعض، بعدين هقفل البايركس، هقفل الكيس الحراري بتاعي. وببتدي بعد كده ان انا ادي تخريمة للكيس الحراري عشان ما يفرجعش معايا او يطرشق لا قدر الله. ابتدي كده اديها كام تخريمة، بعدين احط شوية من المية السخنة في الحلة بتاعتي، وبعدين احطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة، اخدت معايا ساعة الا ربع وكانت مستوية. بعد كده
طلعتها من الفرن اصلا كانت متحمرة، مش محتاجة ان انا افتح الكيس واسيبها تتحمر. بصراحة طلعتها من الكيس الحراري كانت واخدة التحميرة دي، وكانت الحمد لله طعمها جميل جدا جدا جدا. انا لما بيجيلي اوردر فراخ زي كده، انا اكتر الاوردرات اللي انا بحبها هي الفراخ، لاني فعلا انا بحب تتبيلات الفراخ خالص. ببتدي كده اطلعها. حطيتها كده، وحطيت كمان كنت مسخنة الرز اللي هو بتاع الخلطة حواليها، وحطيت كمان من الصوص بتاع الفراخ. ببتدي كده افتح لكم، انا طبعا ما اكلتش منها لان ده كان اوردر ما ينفعش ان انا اكل منه، ولكن بوريكم كده قطعة منها. كانت مستوية جدا، وبعرف ان هي ما بحرك كده الجناح بلاقيه ان هو خلاص اتحرك او هيتقطع معايا، فكده استويت. طلعت معايا بكل سهولة حتة الفرخة او اللحمة بتاعة الفراخ، طعمها بجد رهيب. كل اللي هيجربها هيعتمدها كده في اي وصفة ليه للفراخ، ممكن تعمليها مع صدور او مع اوراق، طعمها رهيب.